بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الفيفا السيد جاني أنفانتينو، السيد رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي، السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد زميلي وصديقي السيد برادة، السيدات والسادة المسؤولو الاتحادات الوطنية لكرة القدم داخل أفريقيا، أيها الأبطال والبطلات، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أحييكم تحية الأخوة الصادقة، ونحن في هذا الجو الأخوي الرائع الذي تحول مع الزمن والتداخل الدائم إلى جو عائلي تسود فيه مشاعر المحبة والتعاون بحثا دائما عن الأفضل. أحييكم وأرحب بكم على أرضكم وبين إخوانكم وأخواتكم، فكما عهدتم لستم ضيوفا تستحقون معاملة تفضيلية، بل أنتم في بيتكم كما كان الأمر دائما. فالمغرب وبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله كما عهدتموه كان وسيبقى تلك الشجرة التي تمد جذورها عميقا في أفريقيا وتمد فروعها نحو الضفة الأخرى للمتوسط، لتكون بذلك صلة الوصل ونقطة عبور تجسد ذلك الانفتاح الذي يحتضن التنوع المبدع والغنى الخلاق، ويجتهد مع إخوانه في صنع أجواء التآخي واليد الممدودة على الدوام. أيها الحضور الكريم، لعل من أجمل لحظات كرة القدم تلك التي تلتقي فيها نخبة اللعبة لا للتنافس على رقعة الميدان، ولكن ليبرهنوا على أصالة الروح الرياضية حين يرضون أن يحظى بعضهم بنجومية إضافية، تلك النجومية التي يستحقها عدد أكبر بكثير لولا أن قواعد اللعبة تشاء غير ذلك. كما أن الموعد يعتبر من أجمل لحظات كرتنا الإفريقية، لأن اجتماع هذا العدد من الأبطال بيننا يذكرنا إلى أي مدى تكتسب الكرة الأفريقية سلطة حقيقية بأبعاد عالمية. فأمامنا الآن نجوم صنعوا في الماضي مجد أندية كبرى على المستوى العالمي، وأمامنا أيضا عدد كبير من فناني اللعبة الذين أصبحت أسماؤهم تلمع أكثر من أسماء أنديتهم العالمية، لدرجة أن هذه الأندية أصبحت مدينة لهم بما وصلت إليه من نجومية. إن هذه الأمور إنما تؤشر إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن شباب قارتنا عبارة عن خزان من الإبداع لديه من الطاقة ما يجعلنا نستبشر بمستقبل قارتنا لا في مجال كرة القدم فحسب، بل في كل المجالات. وهنا أود أن أؤكد أن التقدم الذي تحرزه الكرة الإفريقية إنما يعود في جزء منه إلى الوعي العام بضرورة وضع الثقة في شبابنا وتوفير الشروط التي تسمح لهم بالتميز وبرفع التحدي. صحيح أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم تسجل خطوات كبرى على طريق العصرنة وحسن التدبير، الشيء الذي يتزاوج مع إيمان يتقوى يوما بعد يوم بضرورة الإنصات الجيد للشباب، وكذلك استيعاب مسيرة العالم في هذا المجال، فما عدا مسموحا لقارتنا أن ترضى بالمراتب الثانوية. واسمحوا لي هنا أن أتقاسم معكم
جوهر تجربتنا المغربية في هذا المجال، والذي يتمثل في كون مسألة الشباب وفي المجال الرياضي والكروي تحديدا تخضع لمنطق سياسة وطنية عليا يسهر عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا، إيمانا منه أن المجال الرياضي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة التي يوجد الشباب في صلبها. وبالتالي فإن الجهود التي تبذل على هذا المستوى إنما هي التزام تجاه شبابنا، والتزام كذلك تجاه جمهورنا الذي لا تحده الحدود الجغرافية لهذا البلد أو ذاك، بل هو جمهور يجمعه إحساس مشترك وانتماء قاري راسخ. إن طموحنا في كرة القدم الأفريقية هو في الواقع جزء من طموحنا القاري الشامل والمشروع في كل المجالات، ولعل هؤلاء الأبطال يلهموننا بل ويلهمون شعوبا بأكملها، وهذا هو سحر كرة القدم وسحر هؤلاء الأبطال. دمتم أبطالا، دمتم مصدر الابتسامة والفرح، دمتم فخرا لقارتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.